السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهارده الكبسة السريعة. بجد مش هتاخد معاكي 10 دقايق في المطبخ. جاتلك عزومة بقى على غفلة، او انتي مش عايزة تقفي بقى في المطبخ وتخلصي اكلك بسرعة بسرعة كده. بجد تحفة، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، والمقادير والمكونات معانا ايه النهارده. معايا هنا حلة على النار، نزلت فيها بقى بحبة زيت. هنزل بقى عليها بمعلقة سمنة كبيرة كده، يعني ما تستخسرش في نفسك حاجة. يلا بقى بينا نسيحهم مع بعض كده. بعد كده هنزل بقرفة، لومي، ورق لوري، حبهان، قرنفل. عود القرفة اللي كان عندي كده متكسر شوية، بس ما كانش عندي غيره فحطيته. قلبتهم بقى كده في السمنة بتاعتي. انتي مش عايزة تحطي سمنة تحطي زيت، بس براحتك. بس بصراحة السمنة يعني او الزبدة بتدي طعم حلو للرز. بعد كده نزلت بقى ببصلة كبيرة كده متقطعة شرايح، هقلبها كده بقى لحد ما تدبل معايا شوية. ونزلت عليها كمان بمعلقة صغيرة من الثوم. هقلبهم بقى كده مع بعض شوية لحد ما ايه، هما الاتنين كده يتبالوا معايا وريحة الثوم تطلع عليا. بصوا بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي: كاري، كركم، بابريكا، 7 بهارات او بهارات فراخ، وكزبرة. من كل حاجة نص معلقة صغيرة. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. بعد كده بقى هنزل بالفراخ بتاعتي. عندك فرخة متقطعة عادي، عندك فرخة سليمة براحتك، على حسب الفراخ اللي عندك. هديلها بقى كده تشويحة كده ولون من تحت. رشيت عليها رشة ملح كده من فوق. بعد كده بقى هقلبها الجنب التاني. وهديها كمان رشة ملح من الجنب التاني. بص انا كده عطيتها بقى لون من الجنبين، لون خفيف كده من الجنب ده ومن الجنب ده. بعد كده نزلت عليها بمعلقة من الصلصة، معلقة كبيرة. بعد كده نزلت عليها بحباية كبيرة من الطماطم متقطعة مكعبات. هقلبهم بقى كده كويس في بعض. هنزل عليها بقى بمعلقتين كبار من الزبيب. ده اختياري، بس بجد بيدي طعم تحفة لما بيستوي كده مع الرز والفراخ. بجد بيبقى طعمه جميل. نزلت بقى بمعلقتين كبار كده. بعد كده نزلت بقى بمية مغلية، هغطي الفراخ بتاعتي بمية مغلية. هسيبها بقى كده تستوي على نار هادية براحتها، وبعد ما تستوي هوريها لكم عاملة ازاي. هنا بقى الفراخ بقى كانت استوت معايا خالص. بصوا هخرجها بقى بره الشوربة. فرخة استوت معانا سوا كامل. كده بقى بعد ما خرجت الفراخ، معايا 3 كوبايات من رز البسمتي. انا نقعتهم لمدة ساعة، وبعد كده صفيت المية بتاعتهم. هنزل بقى بيهم في الشوربة. بعد بقى الرز ما يغلي معايا كده هوطي عليه واسيبه يستوي براحته، وهحوش واحدة اللومي دي كمان من على الرز. كده بقى بعد ما خلص معايا، بصوا بجد تحفة. وكمان عملت له بقى حبة زبيب كده من على الوش. الزبيب ده انا مقلبة معلقتين كبار من الزبيب في حبة زيت. اول ما تحس ان هو اتنفخ معاكي كده واخد لون، هاجي طافية عليه. وبعد كده رشيته بقى على الرز بتاعي. الفراخ بتاعتي بعد ما طلعتها من الشوربة حطيت عليها معلقة صلصة، ودخلتها تحت الشواية 3 دقايق 4 دقايق بالظبط. وبعد كده طفيت عليها. وكده بقى بعد ما قدمتها، بصوا عاملة ازاي. بجد ما خدتش معايا اي وقت خالص، وحلوة وطعمها حلو. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.